مساء العسل. ايه رأيكم في الصوت اللي انتوا سمعتوه؟ النهاردة هقدم معاكم طريقة عيش التورتيلا من غير كلام كتير. بيتهيألي واضح قدامكم شكله عامل ازاي. هو والله انتي مش هتعرفي تفرقي هو من بره ولا من انتي اللي عاملاه بايديكي. لو اول مرة تشوفيني، انا منار الكيال. اتمنى لايك وشير علشان يوصل اكبر عدد من الناس والاشتراك في القناة. المهم، العيش في نفس الوقت طري، مش مقطع ولا ناشف، ونفس طعم الجاهز بالظبط. بما اننا خارجين من رمضان والاكل تقيل، يعني بحب قوي اعملها لانها مشبعة جدا وخفيفة، ما بتاخدش وقت ولا مجهود، وطعمها يستاهل. بصوا شكله عامل ازاي. بحب قوي قوي العب في حشوات العيش التورتيلا. نسمي الله ونبدأ. عندي هنا كوبايتين دقيق قمح كامل، عندي معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة قوي ملح، عندي 4 معالق زيت، بالظبط 4 معالق زيت. ممكن تزودي دقيق ابيض لو عايزة، مثلا نص كوباية، لكن انا مزودتش. عندي هنا كوباية مية سخنة، وهدوب فيها معلقة كبيرة من العسل الاسود. هي دي التسكيرة اللي بتديها للعيش وبتديله اللون كمان. هدوبها فيها، وبعد كده هنزل بكوباية المية دي تدريجي على دقيق القمح ورشة الملح و4 معالق زيت ومعلقة البيكنج باودر الصغيرة. هنزل عليها تدريجي، وهبتدي ان انا اقلب بالمعلقة الاول لان المية سخنة. نزلت بالكمية كلها، وهبتدي بقى ان انا هنا كانت سخنة على ايدي شوية. بحاول ان انا اعجن زي ما قلت لكم. في ناس بيزودوا دقيق عادي ابيض، انا في الخطوة دي لا، ما زودتش. ابتدي اعجن فيها لغاية ما ايديا تبقى نظيفة. بس كده لمت معايا كويس قوي. انا بحب اعجنها كتير علشان خاطر الدقيق معايا يمسك. بصوا ناعمة قوي وحلوة قوي. هبتدي ان انا اقسمهم. عملوا معايا 7 رغيفة. هبتدي ان انا اكورهم واحطهم على جنب على فوطة، وبعدين هقوم جايبة رشة دقيق على النشابة وعلى البورد اللي انا بشتغل عليه، وهبتدي ان انا احاول اخليها رفيعة جدا زي بره بالظبط. انا هقلد بالظبط اللي بتتباع في المحلات. هجيب اي طبق عندي، ده قطره 25، علشان اعمل الدايرة مظبوطة. بصوا هنا انا بوريكم قد ايه رقيقة قوي العجينة معايا. وهبتدي اكمل بقية العجين اللي معايا اهي. برضو بوريكم هي قد ايه رفيعة، بخليها رفيعة قوي. وبرضو بقطع بالطبق. البواقي دي بكمل بيها واحدة لو نفع. هنا ما بين كل طبقة وطبقة برش حبة دقيق ابيض عادي زي ما انا عملت على النشابة والبورد، ده لازم. هبتدي هنا اجيب اي طاسة عندي وهسخنها كويس، وهبتدي ان انا احط فيها العيش بتاعي. انا هنا مش هسويه للاخر لان انا هبتدي دلوقتي اعمل برضو بيه حشوات. اي حشوات عندك في التلاجة، لكن لو انت هتعمليه وهتحطيه في التلاجة لا، كملي السوا بتاعه للاخر. انا ده دلوقتي علشان هشتغل فيه على طول، يعني انا عملت الفيديو، عملت العجين وعملت الحشو معاه. انا دايما بعمل كده طالما ان انا هحشيه، لكن لو انا هشيله في التلاجة لا، بكمل السوا بتاعه للاخر. تمام. بصوا ابتدت تعمل اهي فقاعات، اللون بقى بالظبط. وهبتدي ان انا اكمل كل العيش بنفس الطريقة من غير نقطة زيت على الطاسة اللي انتي بتشتغلي بيها اهو. بس هنا انا بوريكم برضو ان العيش قد ايه رقيق قوي.
انا مرفعاه جدا جدا جدا. هكمل بقية العيش بتاعي زي ما انتوا شايفين، وبعد كده ابتدي ان انا اعمل بيه الحشوات. هنا بعد ما خلصتهم طبعا كنت كل ما بخلص واحدة بحطها على فوطة واقوم مغطياها. بصوا طاري معايا. صلاحية العيش بره التلاجة بتبقى يوم واحد بس كامل، لكن لو جوه الفريزر ممكن يقعد معاكي شهر كامل. السمك بتاعه مظبوط، ما بيتقطعش، حلو قوي قوي قوي. طبعا هو مفيد للدايت، ومفيد للسكر، ومفيد عموما، صحي اكتر، وطعمه والله فعلا حلو قوي. هنا ببتدي اعمل الحشوات. اي حاجة عندك في التلاجة اعمليها. انا كان عندي بواقي فراخ، وكان عندي حبة بسطرمة، وكان عندي حبة لحمة مفرومة، بس انا مصورتش اللحمة المفرومة. جبن بس ما بيقولش لأ، تونة لأ، تونة يعني ما بيقولش لأ. اي حاجة اي حاجة موجودة والله، لو بجبنة كده طعمه فعلا حلو. فالحشوات دي انتي ألفيها بقى زي ما انتي عايزة، اللي موجود عندك. انا هنا حطيت زيتون وطماطم وفلفل وجبنة موتزاريلا وفراخ، وكسرت عليهم بيضة، بتبقى طعمها حلو قوي. مش عارفة في حد بيعمل كده زيي ولا لا. طبعا حبة ملح وفلفل. برضو البسطرمة نفس الكلام، خضار الطماطم والفلفل والزيتون وبيض وجبنة موتزاريلا وحبة ملح وفلفل. ده السندوتش ده بالنسبة لي ده عالمي بصراحة. والأكلة دي بالنسبة لي تنفع غدا وعشاء وفطار وسحور، برضو كانت بتلكم جدا وحلوة قوي، مشبعة جدا. حطيت حبة بس زيت في الطاسة، ونزلت بالحشوة بتاعتي، وبغطي عليه علشان البيض زي ما انتوا شايفينه كده يستوي، وهقوم قافلة على بعض. بس بصوا لونه، والله ما تفرقي هو انا جايباه من بره ولا انا عاملاه. دي النتيجة اللي انا عايزاكي توصلي لها. بحاول اخلص الكمية بتاعتي، بغطيها بس شوية. بصوا الحشوة من جوه اهي، وبحاول ان انا انجز بقى السندوتشات بتاعتي. اسفة ان انا طولت عليكم الفيديو، بس حبيت ان انا اعمل كل حاجة بالتفصيل معاكم خطوة بخطوة في عيش التورتيلا. هو فعلا انت لما هتعمليه هتعرفي ان هو مش محتاج كل الشرح ده، بالذات لما تلاقي النتيجة، الطعم والشكل واللون وكل حاجة مظبوطة زي اللي انت بتجيبيه من بره بالظبط. هنا بعد ما خلصت الكمية بتاعتي وخلصت الحشوات، اقدمه بقى مع اي صوص انا عايزاه، كاتشب ومايونيز، رانش مثلا، على حسب بقى الحشوات اللي انت عاملاها، تومية، براحتك. السندوتش حلو خفيف وطعمه حلو، واتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة، واستنى رأيكم في الكومنتات. ويا رب ما كنتش طولت عليكم الفيديو. مع السلامة.